بسم الله الرحمن الرحيم. فيديو النهارده يا جماعه اللي هكلمكم فيه هو عن سبب ترزيع اثناء مسوك الفرامل. ساعات لما بنيجي نمسك فرامل بنلاقي لان بيحصل معانا طقطقه في اثناء مسك الفرامل. النهارده هقول لكم السبب ده بيكون فين وايه اللي احنا نعمله، وطبعا ده حفظ على سلامتكم لان المسامير اللي هي بتاعه الاسطوانات دي يا جماعه بتبقى مهويه في اغلب الموتوسيكلات، وبالتالي بنسمع صوت زي ما قلت صوت طرقعه اثناء مسوك الفرامل، نفس الصوت اللي احنا هنسمعه في الاسطوانه الاماميه اللي احنا هنشوفها مع بعض دي. زي ما احنا شايفين هنا الاسطوانه، حاول محمد تجيب لنا زي ما احنا شايفين كده لان الاسطوانه بتتحرك. طبعا سامعين الطقطقه. طيب نبص نشوف ايه السبب ونعمله مع بعض. وهي بتكون سببها تهويه المسامير اللي هي بتكون ماسكه جزء بتاع الاسطوانه، جزء اللي هو ده. طبعا ممكن مسمار زي ده لا قدر الله لو فك وخبط معايا في كتله الفرامل ممكن يؤدي معايا لتلف اجزاء ديا، وبرضه ممكن يكون ضرر على سلامتنا على الطريق، لان ممكن يخلي العجله الاماميه تقفش او العجله الخلفيه. طبعا احنا هنبص على المسامير الاماميه وهنبص على المسامير الخلفيه مع بعض. زي ما احنا شايفين كده كل مسمار في البايك سايب، وهنجيب الالانكيه ونشد عليه. طبعا ده احنا ممكن نعمله لنفسنا لو متوفر عندنا الانكيه، ممكن نقرط على المسامير دي بدون ما نروح لفني. نبص هنا بقى نشوف الطقطقه مش هنلاقيها موجوده، وهنلاقي لان الاسطوانه اتظبطت على المراكز بتاعتها، فبالتالي مش هيحصل معايا عمليه البوش او الطقطقه اللي انا اتكلمت عليها في بدايه الفيديو. نبص هنا مع بعض نفس الكلام. هنا كل مسمار برضو مديني حاجه بسيطه. حاول يا محمد تجيب كده المسامير. طبعا يا جماعه الربط بالذات في الاسطوانه الخلفيه هيكون بحذر، لان المسامير ضعيفه جدا ما تستحملش الرباط الجامد عليها، فاحنا الرباط هيكون بحرص جامد نفس كده زي ما شفنا، لان المسمار ده طار منه الالانكيه بسبب زي ما قلت لان الخامه بتاعه المسمار ضعيفه جدا، فالربط من الاسطوانه الخلفيه هيكون بحذر شديد. واحب اشكر كل الناس اللي جت نورتني. اسمك؟ محمود حسين من بنها. اهلا وسهلا حبيبي. اهلا وسهلا بيك. عالم الوراق. حبيبي اهلا وسهلا. احمد السيد من السيده زينب. حبيبي اهلا وسهلا. خالد حامد من مفي. حبيبي اهلا وسهلا. احمد عاطف من سريوس. عربي المنوفي من الضرب الاحمر. انا احب اشكر باشمهندس محمد، الراجل ده محترم وعنده ضمير وشغله يحكي عنه. انا هنا باجي 75 كيلو رايح 75 كيلو جاي، يعني 150 كيلو عشان اعمل حاجه بسيطه، عشان انا ما جربت اكتر من ميكانيكي، ما شفتش حد عنده ضمير في شغله ولا حد بيعمل الحاجه فعلا صح الصح زي الباشمهندس محمد. انا بشكره من كل قلبي، ولو هو في اسكندريه انا هروح له محبه فيه. شكرا للذوق. حبيبي يا عم عرب. حبيبي يا باشا. محمد سلامه من الجيزه. محمد من بولاق. حبيبي. طبعا احب يا جماعه اشكر كل الناس اللي جت نورتني وحبيبي. وطبعا زي ما شفنا الموضوع ده مهم جدا جدا، يا ريت كلنا ناخد بالنا منه، ويا ريت اللي احنا لو عندنا الانكيه زي ما قلت اللي احنا باستمرار نبص على اجزاء المسامير دي لعدم منع الخبطه اللي انا او الطقطقه اللي انا اتكلمت عليها. وبكده يا جماعه ده كان فيديو النهارده ليكم، ولو عجبكم الفيديو ما تنساش الاشتراك واللايك وتفعيل الجرس.